السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. سمعت هاد القصة هذه وبغيت انني نشاركها معكم. صاحبة القصة كتقول: انا سميتي حكيمة، تزوجت وانا بقى صغيرة. تزوجت، خطبني واحد السيد اللي كان ميسور الحمد لله، عنده بزاف ديال الحوانت، تيبيع فيهم الحوايج. كل واحد كاين في بلاصة داير مكازات كيبيع فيهم الحوايج بديورو بحوانتو، يعني سيد ميسور الحال. تزوجت به. بقينا عايشين انا وياه، داز تقريبا المدة ديال عامين ووالو ما جابش الله وليدات. تيدينا عند طبيب تيقول بلي انا ما عندي والو، ولكن هو ما كانش كيبغي يدوز. فاش نقول ليه هو يدوز تيقول لي لا، حنا في عائلتنا ما كاين حتى شي واحد ما تيولدش وانا تنولد. الا كان شي مشكل غيكون فيك تيا ماشي فيا انا. مهم معيت معاه ما بغاش يدوز كاع. بقينا لمدة تقريبا ديال 5 سنين. ديك الساعة قال لي شوفي الشرع عطا 4 وانا من حقي نتزوج، حيت انا باغي الزريعة اللي نخليها من ورايا واللي هزو سميتي. مني ما جابش الله معاك انا غادي نتزوج. المهم انا في الاول ما بغيتش، ولكن هو صافي كان مقرر. ديك الساعة قال لي غادي تبقاي في دارك وهي غادي ندير لها دار وحده اخرى، ما غادي تلحقيها ما غادي تلحقك، والا ما بغيتيش راه غادي نطلقك ونمشي نتزوج. انا راه ما يمكنش ليا قبل اولاد. فعلا داكشي اللي كان نيت عقبت وافقت، حيت ما عندي ما نديرو، وانا اصلا ما قاريه ما خدامه ما حتى شي حاجه. اشنو غادي نرجع لدارنا؟ ما وراكم عارفين المراه مطلقه ماشي بحال وحده باقا مطلقاش. صافي ما لقيت ما ندير، قلت لي سير توكل على الله. مشى تزوج. جاب واحد البنت انا ما عارفاهاش، ما شفتها، ما مشيت زعما لا في خطبه لا في عرس لا شي حاجه. عرس وجابها ودار ليها دارها بوحدها، ما تنشوفها ما تنشوفني ما والو. تيمشي عندها هي سيمانه ويجي عندي انا سيمانه. بقينا على هاد الحال هذا. كل مره تنسولو تنقول لي امطره كي دايره المره الثانيه، واش حامله واش لا؟ تيقول لي لا باقي ما حاملاش، باقي ما كاين والو باقي ما كاين والو. دازت الايام ودازوا الشهورا ودازوا الاعوام والو باقي ما جاب الله والو. واحد النهار قال لي يلا غادي نمشيو نخرجوا للقهوه. مشينا خرجنا لواحد القهوه تنتغداو، وهو رد البال مع الباب. قلت له واش تسنى في شي واحد؟ قال لي لا. شويه تتبان لي واحد السيده جايه قاصده الطبله ديالنا. تنركز فيها مزيان تتبان لي البنت تنعرفها، كانت تقرا معايا في الابتدائي، سميتها حبيبه. جايه لحقات عندنا سلمت عليا قالت لي واش تي حكيمه؟ يا قلت لي تي حبيبه؟ قالت لي ايه. سلمت عليها وجلست معانا ويقول لنا هو منين تتعرفوا بعضياتكم؟ قلت لي علاش انت تتعرفها؟ قال لي هذه هي المره الثانيه وانا كنت باغي نلاقيك معاها، حيت عندي واحد الموضوع باغي ندوي معاه فيكم فيه معاكم بجوج. وجلسات السيدة بقينا هادرين تغدينا كاملين مجموعين. مني سالينا وقلنا دابا انا راه بغيت نقول لكم الموضوع علاش انا جمعتكم هنا بالذات. قالينا دابا انا تزوجت بكتي الاولى وما جابش الله، وتزوجت بالثانيه وما جابش الله، وفيكم المشكل بالذات. الا بغيتو تبقاو على رقبتي راه كل وحده تبقى في دارها، وغادي نتزوج انا المره الثالثه، باغي انا نولد الوليدات. كنا اللي راه خاصك حتى تمشي تشوف الطبيب، يقدر يكون مشكل منك. المهم هو ديما غير كتجبدي لي هذا الموضوع هذا ديال هو يمشي للطبيب ما تيعجبوش الحال وما تيبقاش حامل راسو كاع. قال لنا انا راه تنقول لكم ما عندي حتى شي حاجه، وإلا كان المشكل في شي وحده غيكون فيكم نتوما ماشي فيا انا، وانا راه غادي نتزوج بالمره الثالثه. صافي قلنا لي دبر راسك شغلك هذاك. المهم عندنا حنا هو تعدل بيناتنا وتعطينا حقنا. بغيتي تتزوج الشرع هذاك حلو لك الله. صافي داكشي اللي كان فعلا. مشى تزوج بالمره الثالثه. انا بقيت مع تواصل مع حبيبه، بقيت تنهضر معاها في التليفون، تنتلاقى انا وياها. يعني بحكم اننا كنا قارين في الابتدائي بزاف وداك الشيء كانت العلاقه ديالنا مزيانه ولله الحمد. الا جاب ليا شي حاجه تنقول لها راه تتقول لي راه اشنو جاب ليا، واش جاب لك تتيايا. الا ما جابهاش ليا تنوض نقول لي جيب لي داكشي اللي جبتي لفلانه.
المهم كنا عايشين مزيان الحمد لله، واخا تعرفت عليها واخا كل وحده في دارها، حنا من الاول كنا ما عايشين بلا مشاكل، ولكن واخا تعرفنا وداك الشيء بقات علاقه ديالنا زوينه بحال الخواتات تقريبا. هو من يتزوج بالمرة الثالثة ما بقاش عطينا الوقت كيما كان، ولا انا ما تيجي عندي على 15 يوم، سيمانه الثانيه سيمانه الثالثه عاد باش يجي، وما بقاش يعطينا داك الاهتمام كيما كان، وكيما كان مولف ما بقاش داكشي اللي كان بحال الاول. ولكن ما تسوقناش ليه، مره تنسولو تنقولي امضرا واش المراه حامله واش باقا، ولكن والو دازو تقريبا 6 ديال الشهر وما كاينه حتى شي حاجه. ما بقيتش قدرت انني نسولو حيت ولا تيدور فيا مابقاش يعجبو الحال فاش انا تنسولو. وانا نقول الحبيبه، قلت لها اش بان ليك نتبعوه نشوفوه في كاينه دارو، ونمشيو لعداد المره الثالثه نشوفوها شكون هي واش حامله واش باقه، وشوفوا شنو كاين. ايوا قالت لي واخا. مشينا داك النهار دقينا في الباب ولكن ما حلاتش لينا. قلت لها ياك ما تكون حامله وتتمشي للطبيب. المهم دقينا ساعينا ما لقينا حتى شي واحد في الدار، هبطنا باش غادي نمشيو في حالنا. وحنا هابطين تيبان لينا جاي هو وجايه معاه هي ودايره النقاب لابسه الحجاب. مهم ضربناها بجريه مشينا هربنا بقينا تنضحكوا هنا وياها. المهم وصلنا سخفانين، قالت لي شفتي كنا غادي نديروها قد راسنا كان غادي يشوفنا ويحصلنا. المهم قلت لها ماشي مشكل، مره اخرى نرجعوا. المره الثانيه تاني خلينا تمشى للخدمه، ديك الساعه كنا عارفين الدار. مشينا ليها نيشان، طقينا عليها حلات لينا وهي دايره النقاب. مني حلات شافتنا وهي تعرفنا وهي تحيد النقاب. صدقات هي حيت هو تيتزوج من نفس البلاصه، حيت قال لك الناس ديال هذيك البلاصه الاصل ديالهم مزيان. صدق جايبنا كاملين تنعرفوا بعضياتنا. صدقات الدريه كنا تنعرفوها حتى هي. ايوا سلمت عليها انا وحبيبه ودخلنا عندها، هي كان سميتها ماريا. دخلنا جلسنا معاها وشربنا اتاي وضحكنا ونشطنا وفوجنا كاملين. ايوا قالت لك انا يا راني سمحوا لي ما عرضت عليكم لا العرس لا حتى شي حاجه. قلنا لا ماشي مشكل، قلت لنا درنا غير حفله صغيره وداك الشيء، وهو راه اصلا مزوج بجوج عيالات قبل مني وهكاين. قلنا ليها ايوا مزيان جاب الله شي وليدات ولا باقي. قلت لنا راه باقي ما جابش، هو راه قاتلني بالهضره وكل شهر تيتسناني انني نحمل، وانا راه شاكه يمكن المشكل فيه هو ماشي في عيالاته، حيت ما يمكنش هادوك الجات الاولين بجوج ما تيولدوش وعاد انا الثالثه ما تنولدش. ومني تنهضر معاه تنقول ليه مشي للطبيب ما تيبغيش وما تيعجبوش الحال وتيبدا يخاصم. وقال لي انا غادي نتزوج بالرابعه الا ما ولدتيش ليا تتي نتزوج بالرابعه. وانا يرى وليت غير تنفكر وما بقيتش مزيانه مع في صحتي وما بقيتش مزيانه معاه هو وما بقيتش مرتاحه. قلنا لا ما ديري والو في بالك ودابا يرزقك الله ان شاء الله ونجيو عندك ونفرحوا معاك. ايوا صافي نضنا مشينا في حالنا انا وحبيبه وغاديين وتنضحكوا تنقول ايوا شوفي سبحان الله صدقنا كاملين تنعرفوا بعضياتنا. ما قدرناش نقولوها ليها، خفناها تصدام ولا شي حاجه ولا. المهم ما زعمناش، قلنا خلنا نلقاو زعما الفرصه المناسبه فاش نقولوها ليها. رجعنا للدار ورجعنا لحياتنا الطبيعيه، هو تيمشي عند كل وحده سيمانه فينا وغاديين عايشين مزيان. داز تقريبا 6 ديال الشهور وحنا قطعنا الهضره مع مريم، ما تندويو معاها لا في التليفون لا حتى شي حاجه. حتى واحد النهار قررت انا وحبيبه باش غادي نمشيو عندها ونصارحوها بالموضوع ونقولوا لها راه هاللي كاين وهاللي كاين، وحنايا راه مزوجين بيه، وحنا انا هي المره الاولى وهي المره الثانيه. ايوا داكشي اللي كان. مشينا دقينا عليها قالت لنا دخلوا، قلنا لها لا راه حنا باغيين باش نخرجوا معاك وخرجوا نفوجوا شويه. قالت لنا هي صافي واخا. المهم خرجات جالسه لي في التليفون وخرجنا كاملين فطرنا برا. بقينا جالسين تنتعاودوا نقولها شوفي راه. قلت لها واش تعرفي المره الاولى والمره الثانيه؟ قالت لي لا ما نعرفهمش، راه كنت انا زعما باغا نتعرف عليهم وداك الشيء ولكن هو ما بغاش، قال لي باش تبقاو ترونكيل وما ميتجبدش بيناتكم الصداع ولا شي حاجه، والله ما كل وحده تبقى في دارها في اتساع على الاخرى، ما عندي ما ندير بالمشاكل. قلت لها ايوا انا راه غادي نوريهم ليك. قالت لي علاش تعرفيهم؟ قلت لها اي هما قدامك. ايوا هي بدات تضحك تصحابني غير تنضحك معاها. قلت لها راه داويه معاك بالمعقول تسحابني تنتفلا، راه انا هي المره الاولى
وحبيبه راه هي المره الثانيه. وحنا داك النهار فاش جينا عندك راه تبعناه وشلناه فين كاينه زعما المره الثالثه، وجينا باش نشوفوك واش حملتي ولا باقا ما حملتيش. ايوا ما تقلقات، ما شي حاجه، بالعكس بقات تضحك وفرحات وعنقاتنا وقالت لنا مزيان ملي طحت فيكم غير نتوما نبقاو كي الخواتات. وفعلا داكشي اللي كان، بقينا على تواصل بيناتنا ومحانين في بعضياتنا، وحده تسول في الاخرى الا مرضاش وحده نسولو فيها يعني فاهمين مع بعضياتنا. كنا بخير، ولكن هادشي هذا كله راه ما فراش راجلنا كاع نهائيا، ما قايل ليه والو. ايوا نهار تاني قال لك غادي نتزوج بالرابعه، تنقولوا ليه راه خاصك تمشي للطبيب، راه خاصك تشوف راسك تايا، وهو والو، ديك الهضره ما تدخلش ليه راسو كاع نهائيا. ايوا مشى تزوج عاوتاني بالمرة الرابعة. دار ليها حتى هي دارة بوحدها، وبقينا نتسناو فيها حتى هي امتى تولد. حتى لواحد الوقيته وانا نهز التليفون صونيت على حبيبة وعلى ماريا، قلت لهم شوفوا غادي نمشيو نشوفوا هاد المرة الرابعة حتى هي اللي جاب كي دايرة، ونشوفوها واش حاملة ولا باقا ما حاملاش. ايوا مشينا شنا الدار فين كاينه. عرفنا الدار. المره الثانيه قلنا حتى المره الجايه عاد باش نرجعوا، عاد باش نشوفوا اشنو. حيت داك النهار كان داخل هو وياها للدار. مهم مشينا عاوتاني، داز تقريبا شي سيمانه، داك النهار اللي هو خدام فيه عارفين وباغي يساليش بكري. مشينا عندها للدار، دقينا عليها حلات لينا. درنا روسنا خدامين في دار ديال الضو. قلنا لها عطينا الوراق ديال الضو بغينا نشوفوهم، عطاتنا الوراق، شناهم قلبناهم، شنا المكانه وداك الشيء. قلنا لها راه حنا جايين غير باش نشوفوا على حساب نشوفوا المكانه ديال الضو ونشوفوا الوراق ديال الضو شحال تيجيكم وداك الشيء. قالت لي صافي واخا شنا داك الشيء، درت راسي تنقيد انا. عقبت قلت ليها خاصك تعطيني سميتك، قالت لي علاش غنعطيك سميتي، قلت هادو هما الاجراءات، عطيني السميه ديالك. قالت لي سميتها كوثر. ايوا صافي درت راسي تنقيد في السميه وداك الشيء. سالينا وانا نقول لهم يلا صافي نمشيو. صافي قلنا ليها بسلامه، سدات الباب ومشينا حنايا. قلت لهم مني هبطنا، قلت لهم شتو كرش راه ما بيناش كاع بانها حامله. قال لي راه باقي ما حامله ما كاين والو. قلت لهم شي وحده فيكم تتعرفها ولا عمرها شافتها؟ قالوا لي لا، ما عمرنا مشيناها ما تنعرفوها ما والو. ايوا مشينا فطرنا ومن بعد تفرقنا، كل وحده مشات لدارها. بقينا على تواصل في التليفون، والسيد كل مره نسولو نقول لي امدرا كاين شي حاجه، امدرا كاين شي حاجه، والو. يقول لي غير باقي ما جابش الله، باقي ما جابش الله. قلت لي في خاطري هاد الله دار خاصو السبب علاش يجيب. حتى ما مشيتيش تدوزو غاد 100% فيك المشكل وتا ما راضيش كاع. المهم بقينا على داك الحال. حتى لواحد النهار حبيبه كانت تعرف واحد السيده، كانت مصاحبه معاها. وجات وبقات تتعاود ليها وقالت لها راه واحد صاحبتي راه مزوجه وهي المراه الرابعه، واحد راجل راه غادي يتزوج في لاباس عليه، راه غادي يتزوج وشاد العيالات دوكا معاه 4 بلا ولاد بلا حتى شي حاجه، هو اللي فيه المشكل وما باغيش يقتنع كاع بانه هو اللي فيه المشكل وهادي وهادي. وتقول لها شنو سميتها صاحبتك؟ قالت لها سميتها كوثر. صافي تعرف بلا راه هي المراه الرابعه. المهم قالتها لينا، قلنا لها غادي نتلبدوا لهاد صاحبتك هادي، هي اللي غدير لنا الطريق باش اننا ندوزو ليها حتى هي تولي معانا. فعلا داكشي اللي كان، قالت لنا بلا تنكونوا خارجين وندوزو عندها لعند دار صاحبتها نجلسوا معاها تما. ايوا مشينا. واحد النهار مشينا صونات عليها في التليفون، قالت لي انا راه فلانه راه دايزه من حدا دارك. قلت نطلع نشوفك، قالت لي واخا طلعي مرحبا بك. دخلنا عندها، صنا جالسه كوثر والام ديالها، حتى هي كوثر كانت ماجيه عندها. دخلنا جلسنا وتقول لنا واش مشيتو نتوما اللي كنتو جيتو على حساب المكانه ديال الضو؟ قلنا ليه ويض صاحبه حبيبه درس. قالت لها كيفاش واش نتوما كنتو خدامين في الضو؟ قالت ليها لا راه غير انا ما خداماش، راه غير هما اللي خدامين وكنت معاهم داك النهار وقالوا لي صافي يلا معانا. كانت عندهم هذاك هذه هي المره الاخرى زعما اللي غادي يمشيو في الخدمه عندها. قالوا لي يلا دوزي معانا عاد باش نخرجوا. ومشيت معاهم ديك الساعه عاد باش خرجنا سالاو الخدمه عاد باش خرجنا. حنا كنا عندنا واحد الغرض خاصنا نمشيو نقضيوه. ايوا قالت لنا هكاك. صافي جلسنا بقينا تنتعاودوا نهضروا. ايوا بدات تشكي كوثر، قالت لنا راه معذبني وراه راجلي داير ليا وما باغيش يمشي للطبيب وتيقول لي راك انتيا اللي ما تتولديش وضحكتوا عليا ونتوما اللي صدقتوا طالعين عاقرات وهادي.
وقالت لي راني عييت معاه، ما عرفتش كي غندير اش من طريقه اللي نخليه بيا يمشي للطبيب. ديك الساعة قلنا حنا والله ما نصارحوها دابا ونحيدوها علينا حتى هي. فعلا داكشي اللي كان. صارحناها بالموضوع، قلنا ليها راه حنايا ادي انا هي المرة الاولى، حبيبه هي المرة الثانية، ماريا هي المرة الثالثة، وحنا راه كنا ديك النهار فاش جينا عندك راه كنا باغيين نشوفوك زعما واش حملتي واش باقا واشنو كاين. وعاودنا ليها كل شيء بالتفصيل وقلنا ليها راه هو اللي منه المشكل ومبغاش يمشي للطبيب، وحنا راه حاولنا معاه سعينا ولكن والو، هو راسو قاصح. ايوا ديك الساعات فهمنا باش ان كل وحده غادي تزيرو باش انه يمشي للطبيب. فعلا داكشي اللي درنا. هذيك السيمانه طبخنا ليه راسو، وفعلا قال لنا بلا واخا غادي يمشي. بقى تقريبا شي 15 يوم عاد باش مشى للطبيب. من مشى للطبيب قالوا لي بلا خاصك عمليه، وهاد العمليه تقدر تنجح ليك بنسبه ديال 50%. تقدر تنجح تقدر ما تنجحش. مهم توكل على الله ودار هذيك العمليه، ولكن ما نجحاتش ليه. الطبيب عطاه شي دواء، قال لي هاد الدواء تبقى متبعه يقدر يرزقك الله. فعلا داكشي اللي دار، بقى متبع هذاك الدواء. حتى واحد النهار تتهضر معايا ماريا وتتقول لي بلا راه انا راني تنحس بالدوخه وهادي وهادي، وراه كيجيني التقيه وهادي وهادي. وانا نقول لك ما تكوني حامله، سيري جيبي التيست وديريه. فعلا خرجت مشات جابت التيست دارتو. انا قلتها للبنات قلت لهم راه واقيلا ماريا حامله. مشات جابت التيست دارتو، صدقات حامله بصح نيت. اي واش نقول لكم، كانت فرحتنا في فرحه داك النهار. ما قالتهاش ليه هو في التليفون. توصلت النوبه ديالها في السيمانه، عاد مشى عندها عاد باش قالت لي راه كاين وكاين وانا راني حامله. ايوا تا هو فرح، ولكن ناض قال لها صافي انت اللي غادي تبقاي معايا وهما كاملين غادي نطلقهم. ايوا قالت ليه لا، الا طلقتيهم طلقني انا ما نبقاش معاك. كن واخا حملت انا تبقى معاهم همايا. هو ما بغاش. مهم جا عندنا حنايا اللي مشى عندها تيقول راه غادي نطلقك، راه ماريا حامله، راه غادي نطلق راه غادي نطلق. ايوا حنايا ما عجبناش الحال. اش نقول لكم، بقينا تندعيو الله انه يهديه لينا وصافي. حيت ماريا واخا قالت ليه هكاك ما تردد ما حتى شي حاجه، بالعكس بقى معول على الطلاق. وحنايا الا بغا يطلقنا راه ما عندنا ما نديرو، ما كاين زعما حتى شي حاجه اللي شاده. وسبحان الله هذاك الشهر حنا كاملات بثلاثه ما جاتناش لي غيقل. كنا مجموعين كاملين في الدار ديال وحده، حيت كانت فين ما كانت النوبه في وحده حنا تنجمعوا بثلاثه عند وحده، تنجلسوا مع بعضياتنا وداك الشيء، حتى تنفوجوا على ريوسنا وكلها تمشي لدارها. ما جاتناش لي غير انا قلت لهم ما جاتنيش، قالت لي هذه ما جاتنيش ما جاتنيش. وانا نقول لهم يلا نمشيو نجيبوا التيست من الصيدليه ونجربوه حتى حنا. مشينا جبنا التيست طلعنا كاملين حاملات. ايوا صافي. ديك ساعه ما قلنا لي حتى شي حاجه. فين ما وصلت النوبه لشي وحده تقول لي انا حامله انا حامله انا حامله. ايوا قال لهم تيجي الخير تيجي في مره واحده. وسبحان الله ولدنا كاملين بنات وحبيبه ولدات جوج تويميات جوج بنيات. وهو ما عجبوش الحال وقال انا كلشي زعما خرج ليا بنات وهادي وهادي. وقال بلا صافي ما بقاش باغي زعما شي وحده تزيد كثر، صافي نحبسوا في كل وحده تشد بنتها. ايوا الحمد لله ربي رزقنا كاملين في مره كان باغي يطلقنا. تصدق تصدقنا كاملين معمرينو بالبنات. واخا كان باغي وليد، ولكن من يبداو يكبروا بنياته وداك الشيء صافي ولفهم. كما تنقولوا المؤنسات والغاليات. ايوا دي كانت هي القصه اللي بغيت انني نشارك معكم، نتمنى انها تكون عجباتكم.